بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. وصول بعثة الزمالك إلى الأراضي المصرية. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من الإمارات إلى الأراضي المصرية بعد خوض نهائي كأس السوبر المصري بالأمس. وصلت البعثة البيضاء إلى الأراضي المصرية في رحلة استغرقت ما يقرب 3 ساعات ونصف من مطار أبو ظبي إلى مطار القاهرة. وصلت البعثة بدون الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد بسبب أزمتهم المعروفة. تقرر بقاء ثلاثي أعضاء المجلس حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوهة من الصندوق ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، وأحمد خالد عضو المجلس، حيث سبق الثلاثي في الإمارات لمتابعة سير القضية الخاصة بالثلاثي حتى يوم 29 أكتوبر، وبإذن الله تعالى يعود الجميع إلى أرض الوطن بسلام. ان شاء الله يا جماعه اللعيبه يرجعوا ان شاء الله بعد يوم 29. وانا شايف اصلا ان الموضوع واخد زياده عن حده بصراحه، لان دي نرفزه في ملعب وحصل، يعني ما فيش واحد قتل واحد ولا حاجه، يعني عشان نشوف الحبس وقضايا وبتاع. هي كلها نرفزه الملعب واحتكاكات زي اللي بتحصل ما بين اللعيبه ومع بعض في المباريات. ما احنا لو حصل احتكاكات ما بين اللعيبه، ده ده خبط ده، مش هنقول بقى لا هناخدهم الاتنين نعدمهم. فهي الموضوع احتكاك حصل في الملعب وكان في نرفزه، فالامور ممكن بتعدي، دي رياضه. انما احنا مش في خناقه مثلا عشان نقول لا ده لازم يتحبسوا، وفي ناس تطلع تقول لك ده هياخدوا 6 شهور ويقول لك هياخدوا سنه. مش عارف والله الناس دي بتتكلم ازاي. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي في بداية الدوري. يبدأ يوم الأحد المقبل نادي الزمالك الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها أول نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من كأس السوبر المحلي الذي أقيم بالإمارات وانتهى مساء أمس الخميس، على أن يبدأ تدريباته بالقاهرة يوم الأحد المقبل. وطلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد، والذي لن يكون تحديا سهلا أمام الفارس الأبيض. من ناحية أخرى، استقر مسؤول الزمالك على شراء عقد المغربي محمود بن تايك لاعب الفريق نهائيا من نادي سانت تيان الفرنسي الذي كان يلعب له قبل الانضمام للأبيض. الخبر ده يا جماعة فيه 3 حاجات نتكلم عنهم. أول حاجة انطلاقة الدوري، إن لعيبة الزمالك لازم تبتدي تجتهد وتلعب وتبدأ البداية كويسة في الدوري المصري، علشان برضك البدايات بتدي انطباع كويس للفريق. ده حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لشراء عقد اللاعب محمود بن تايف من نادي سانت تيان الفرنسي، هو الزمالك المفروض على طول اللاعب خلاص قدم أوراق اعتماده، خلاص ده بالنسبة له خلصانة. المفروض الزمالك يخلص ويشتري اللاعب نهائيا. الحاجة التالتة اللي احنا هنتكلم عليها، ان الزمالك طبعا من خلال اللي احنا شفناها في السوبر المصري، وشاف اللعيبة اللي هي لعبت اللي هم موجودين اللي ظهروا في الفريق، ان الزمالك محتاج ل3 4 صفقات في اماكن محددة. ال3 اماكن دولت الزمالك محتاج فيهم التدعيم بشدة. ايه هي ال3 اماكن دول عشان ما نقعدش نوجع في دماغنا؟ راس الحربة الصريح، صانع الالعاب، لاعب رقم 6، نص ملعب 6، ومساك قوي. دول ال4 مراكز اللي الزمالك المفروض يركز فيهم في يناير عشان يجيب في بدلهم فيهم لعيبة. انا مش عايز اللعيبة اللي تيجي ديت تقعد على الدكة او يتجربوا، لا، عايزين ال4 لعيبة دول ينزلوا في الفريق الاساسي، يعني هم يفرضوا وجودهم، ان يقول لك ايه اللعيبة دي لازم تنزل الملعب، واللي كانوا موجودين يقعدوا احتياطي. يعني مثلا ما تجيبليش لاعب تقول اصل دونجا مستواه اعلى منه، او ما تجيبليش لاعب تقول اصل الجزيره مستواه اعلى منه، اصل مثلا لاعب مساك اصل حسام عبد المجيد اعلى منه. لا، احنا عايزين يبقى في فرق قوي في المستوى، بحيث يبقى احنا عندنا دقه قويه، لان مباراه السوبر المصري اثبتت ان الزمالك ما عندوش دقه خالص. فاحنا عشان ما نضحكش على نفسنا ونركز في الامور ديت، نركز على الحاجات اللي احنا قلناها ديت،
وبالتوفيق إن شاء الله لنادي الزمالك في انطلاقة الدوري. رسالة جوميز للاعبين بعد خسارة السوبر. جوميز طلب من اللاعبين نسيان هذا اللقاء وإغلاق ملف السوبر المصري والتركيز فيما هو قادم، حيث بطولة الدوري العام التي ستبدأ يوم 30 أكتوبر الحالي. وفي جلسته مع اللاعبين بعد المباراة أكد لهم أن الفريق قدم مباراة جيدة خلال 120 دقيقة، والفريق خسر بركلات الترجيح وهذا الأمر وارد، وكنا أكثر من ند في اللقاء. وطلب منهم التركيز في الفترة القادمة للمنافسة على البطولات لحصد بطولة الدوري وبطولة الكأس، وأيضا المنافسة على بطولة الكونفدرالية. هو ده الكلام المظبوط يا جماعة. احنا مش هنقعد بقى نتكلم في السوبر والسوبر المصري والكلام ده والأحداث اللي حصلت حواليه. احنا عايزين نلم الفريق ونشوف التلاتة المحبوسين في الإمارات، اللي هو دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، نحاول نرجعهم وربنا إن شاء الله. طبعا لأنهم هيمثلوا قوة ضربة لفريق الزمالك. وطبعا بجانب قضية فتوح، ربنا برضك يفك كربه ويطلع منها ويبقى لاعب كمان إضافة لنادي الزمالك. بالنسبة لعودة المصابين برضك زي أحمد حمدي، زي محمود حمدي الونش، اللعبة دي برضك هتأثر مع نادي الزمالك جدا لما يبقوا موجودين. ما تنساش برضك إن أنت بتتكلم على 2 لاعيبة في الإمارات، ومثلا فتوحة دي تالت وأحمد حمدي ده رابع، مع السكواد اللي موجود مع بعض اللعيبة اللي ممكن تظهر قدام، هتبص تلاقي فريق الزمالك بقى في صورة أحسن من كده. ده الجانب برضه، بجانب برضك إذا أنت جيت في شهر يناير، وشهر يناير مش بعيد، احنا داخلين على شهر 11 اهوت، يعني شهرين اتنين ممكن لو هتستقطب من دلوقتي إدارة الزمالك المفروض تخطط لاتنين تلاتة لعيبة سوبر يكونوا أقوياء في مراكز معينة، زي مركز المساك، مركز الديفندر 6، مركز صانع اللعبة، مركز المهاجم الصريح، وينقي لعيبة في المراكز ديت، لعيبة تلعب أساسي على الموجودين علشان يبقى احنا عندنا دقة قوية بأربع خمس لعيبة 6 لعيبة يكونوا على الدقة أقوى من الموجودين. مش نبص نلاقي إن احنا محتاجين لعيبة من على الدكة ما نلاقيش حد خالص ونقعد ندور ويشوف ده أحسن، لا ده مش نافع، ده ما ينفعش الكلام ده. ونبدأ موسم كويس إن شاء الله بإذن الله وبالتوفيق لنادي الزمالك. فحوصات طبية لثنائي الزمالك. قرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك خضوع الثنائي محمد شحاتة وحمزة المسلوسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم لاختبار طبي في الساعات القادمة، وذلك عقب العودة من الإمارات. سيخضع الثنائي المذكور إلى فحوصات طبية خلال ساعات. بالنسبة لمحمد شحاتة فهو يعاني من كدمة في القدم إلى جانب شكوى من إجهاد عضلي بسبب المجهود الذي بذله في مباراة الأمس أمام الأهلي. أما حمزة المسلوسي فهو يعاني من إصابة عبارة عن كدمة في الظهر تعرض لها في مباراة الأمس، وسيخضع هو الآخر لفحوصات طبية. وبناء على هذه الفحوصات ونتائجها سيتحدد موقف الثنائي من المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائهم استعدادا للمرحلة المقبلة. انا بصراحه يا جماعه نفسي كده اشوف قائمه الزمالك اللي هي فيها جميع اللاعبين، ابص الاقي ايه، يقول لك ولا لاعب مصاب. انما المشكله ان انت بتبص تلاقي مفيش وقت الا لما تلاقي لعيبه يا اما صليبي يا اما كدمه في الانكل يا اما اجهاد عضلي يا اما شد في الخلفيه يا اما مش عارف ايه في الظهر يا اما، يعني لازم تلاقي 7 8 لعيبه خارج الموضوع. فدي حاجه بتقلل من جهد الفريق وعزمه في المباريات اللي هو بيجي يلعبها. انما لما انت بتخش بسكواد كامل الى حد ما بقى بتعرف تتحرك شويه بالتغييرات بالفريق اللي انت هتختاره الاساسي، فدي بتكون مهمة يعني. وبالتوفيق إن شاء الله لنادي الزمالك. الخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.